حاسب تراخر. اوعى على ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ فرج بتاع فيلم الكرنك؟ لا ما كانش اسمه فرج، اسمه كمالة، طول بعرض ما قدرتوش صح. فين الجاكيت؟ ما هو مش لابسه ليه؟ اتحريت. طب ما عشان كده هزقوك، لو كنت لابس الجاكيت كانوا احترموك وما عملوش فيك كده. لا يا حبيبي من غير جاكيت، ده انا عملت حته دي النمره بره. يا سلام، ايه بقى النمره اللي انت عملتها بره؟ اكتب عندك 04 وحيد. ايه ده؟ هو انت بتداري اللي اتعمل فيك بإفيه وإفيه وحش كمان؟ قوم خش جوه، قوم خش جوه بسرعه قبل ما فرح تيجي تشوفك بالمنظر ده. مش هتيجي فرح. ليه مش هتيجي؟ خدت العيال وطلعوا على تايلاند الصبح، بس راجعين بالليل. ايه الحجه الوحشه دي؟ الله 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 الله، انتوا بقى اللي بتاخدوا هدوم التبرعات مني وبتبيعوها كمان؟ لا مش انا يا فندم، هم. لا انا مش مصدق نفسي. معقوله الكابتن جابر الرشيدي بطل المصارعه الحره موجود عندنا في البيت؟ اقعد يلا. والله العظيم يا كابتن جابر، اسال بومبا حتى، احنا كل يوم جمعه بنقعد نتابع حضرتك في البرنامج بتاعك. كل يوم جمعه؟ انا البرنامج بتاعي كان كل يوم خميس مش جمعه. ها؟ اصل احنا التلفزيون بتاعنا مرحل يوم، فاي حاجه بنشوفها بعديها بيوم يعني. ليه سؤال يا كابتن معلش؟ هو الضرب اللي احنا بنشوفه في المصارعه ده بجد ولا ديكور؟ لا طبعا ده تمثيل، بس الضرب اللي انتوا هتضربوه هو اللي بجد. معتصم، سوبلكسي هنا للاستاذ. لا استنى بس يا معتصم. لا استنى ليه بابا السوبليس ده طعمه حلو. تحفه. طب ما تجيب لي واحد. خليهم 2 يا معتصم، بس واحد سكر قليل عشان الدايت. ماشي يا كابتن جابر، المشاكل عمرها ما بتتحل بالعنف، بالعكس المشكله كده ممكن تتفاقع. صح يا بومبا؟ مش كده ايه يا ابني؟ عنف ايه وتتفاقع ايه يا ابني؟ انت بتكلم مهندس بترول، ده مصارع. لا عندك حق يا تيمون فعلا. عمر العنف ما يحل مشكله ابدا، بس ممكن يخلص منها. سوبلكسي هنا كمان يا معتصم. لا استنى يا معتصم، انا هبقى ادوق من اختي. لا ما حدش ياخد مني حاجه، انا يا دوبك احطه في رغيف واكله. سعد انت وهي بقى. وبعدين هو احنا كنا عملنا ايه حضرتك لكل ده يعني؟ هو ده جزاتنا ان احنا عايزين نشاركك في الثواب بتاع الجمعيه الخيريه بتاعتك؟ انت عبيط يالا؟ ايوه عبيط. اكيد؟ والله عبيط. ثواب ايه اللي بتتكلم عنه يالا؟ ده انتوا بتسرقوا الهدوم من الناس الغلابه والمحتاجين وبتكيسوها وتبيعوها على انها جديده. سوبلكس هنا يا معتصم. لا يا معتصم. معلش يا استاذ معتصم، هو الكابتن عمال كل شويه يقول لك سوبلكس وانت ما بتتحركش من مكانك، وبعدين ترجعوا تشتكوا لما يمشيك والسوبلكس يجي بارد. ايه القرف ده؟ ما لناش حاجه يا كابتن. هو انتوا بتدوروا على ايه بالظبط؟ بدله سودا مقاس 40. يعني كل الدخله دي والهيلمان اللي انت عامله ده عشان بدله سودا مقاس 40؟ حضرتك قيس اي فستان يعجبك وخده وامشي على طول. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. سحب ولا ايداع؟ بدله. حضرتك كنت داخل سحب على بدله وكسبتها وجاي تستلمها يعني؟ ده عسل بقى. عسل. حضرتك سحب ولا ايداع؟ بتاع خير. اذا كان كده اتفضل حضرتك. اتفضل. شكرا. لوجيست ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ احنا بعنا بدلتين سود مقاس 40. في واحد من اللي اشتروا مننا اللي انا عرفته يعني ان هو جاي النهارده البنك يقضي مصلحه، يسحب فلوس، يحط فلوس، حاجه زي كده يعني. يعني هو مش موظف هنا في البنك؟ لا مش موظف، يعني ممكن تلاقي واحد من اللي قاعدين دول. بص كويس. ممكن تبقى الست دي؟ لا مش هو دي. لا مفيش حد من اللي قاعدين دول مقاس بدلته 40. بس يا اخي البنك ده حاجه ايه صالح. هو البنك ده عجيبه من عجائب الدنيا التسعه؟ البنك ده عموما ولا اي بنك يعني؟ هي مش كل البنوك زي بعض؟ انت عمرك يا تيمون ما رحت بنك؟ ها؟ لا هي دي اول. لا دخلت مره وانا صغير، كنت جاي رحله مع المدرسه، بس مش فاكر منها حاجه يعني. اتغير بقى البنك عن زمان؟ اتغير، متهيألي اتغير كتير يعني. متهيألي غيروا الالعاب شويه، وبعدين الالعاب زمان كانت بطوابير، دلوقتي بتاخد رقم وبعدين تخش تلعب اللعبه على طول. بس انا يا اخي انا اللي بيحيرني بقى ايه الكيان بقى ده اللي هو بيقعد يديك فلوس بس؟ يعني البنك ده بيكسب منين؟ يعني هامش الربح بتاعه منين؟ هي فكرة البنك ببساطة شديدة ده مكان بتخشه، بتدور على أي مكان تكون مطمن له تحط فيه فلوسك، والبنك ده بقى كل شهر بيديك. أي مكان تحط فيه فلوسك يعني يعني
اي مكان في البنك اختاره واحط فيه فلوسي؟ اي مكان، اي درج، اي مكتبه، اي حاجه كده. ممكن احط فلوس تحت الكرسي مثلا وارجع؟ لا، لازم مكان بمفتاح، لازم يكون بيتقفل يعني، لان هو بيقفل الدرج او المكتبه ده ويديك المفتاح، بيبقى مفتاح صغير كده زي بتاع القفل، عارفه؟ يديك. وبقى البنك بقى كل اول شهر يبعت لك بقى الفلوس اللي هي الارباح اللي هي مصروفك يعني، لحد من فلوسي؟ لحد ما الفلوس تخلص خالص. تبدا بقى تحط تاني فلوس فيه. يعني كل ما تخلص احط بقى فلوس تانية ويبتدي يديني من فلوسي لحد ما تخلص يعني. طب ما تيجي نعمل بنك؟ ده مشروع سهل جدا، نعمله عندي في الجراج وبات معاك انت وتهاني في الاوضه فوق. حلو طبعا، بس بالنسبه لنا هيبقى هيدك صداع يعني، ما يعني هيبقى في مواعيد عمل رسميه بقى 8 ل 5 مثلا او حاجه، فنضطر لو احنا بايتين في الجراج نقوم بنفضي السرير ونقوم علشان هم يخشوا فيلم، لا مش مجزيه يعني. اللي بيحيرني بقى دايما فكره ماكينه الاي تي ام. كنت سالت واحد صاحبي عليها زمان يعني، قال لي يعني فسرها لي. هي فكره ان الاي تي ام ده بيبقى متوصل بخرطوم للدرج اللي فيه الفلوس، وانت بقى لما تحط الكريدت كارد في المكنه دي، هو بيبقى عامل زي الريبورت كده، يقوم رايح جايب لك الفلوس. ايه الريبورت ده؟ طب الريبورت يلا الانسان الآلي. الريبورت اللي هو الانسان الآلي. ويجيب لك بقى الفلوس. بص انا هقول لك الصراحه، انت صاحبك ده بيهجص عليك، لان انا عندي معلومه كامله عن مكنه الاي تي، قاري عنها كويس قوي يعني. بجد؟ لا هي بص، مكنه الاي تي ام دي يعني قديما كانت موظفه عاديه جدا، بتقعد على مكتب تطلب منها فلوس بتديك الفلوس. انت عمرك وقفت قدام مكنه اي تي ام؟ لا لازم تجرب بقى تقف قدام مكنه اي تي ام. يعني انت بتقف قدامها، بتحط الكارت وبتبتدي تتكلم معاها، هي بترد عليك على فكره عادي جدا. يعني تقول لها مساء الخير يا مكنه، تقول لك مساء الخير يا عميل، عايز تسحب كام النهارده؟ تقول لها مثلا 5000 جنيه، تقول لك لا لم ايدك شويه، انت بقيت مبذر جدا لان انت امبارح سحبت 5 وقبله 5. فتبتدي تخش معاها يعني في جدال لحد ما هي بتوافق في الاخر تديك الفلوس، فتحط الكارت وتكتب المبلغ، بتلاقيها بقى هي ايه على طول بدات وتقوم مطلع لك ال 5000 جنيه. ده صوت ايه يا ماما؟ لا هي بتعد فلوس كده اللي هو مفيش متهيألي ريبورت ينفع يعني يعد الفلوس بالشكل ده يعني. تعرف ان انا رغم ان انا بعشق السينما من وانا صغير، بس دي اول مره احضر تصوير بجد. طب بتحب بقى انهي نوع في السينما؟ سينما التحرير، اكتر سينما بحبها. شارع الدقي بيبقى رايق كده بالليل وتخلص كده يعني، رايح بقى واكل شاورما عند سمسمه، تحفه. مطلع انت بقى على ملف السينما يعني، تعرف معلومات؟ يا ابني بقول لك من وانا صغير بقرا في السينما، عارف كل حقيقة. انت عارف ان عمر الشريف ونور الشريف وشارع شريف الثلاثه مش اخوات؟ امال ايه؟ تشابه شريف يا راجل. طب تعالى بقى نشوف فيلم البدله ده عشان نخلص. بتاع تامر حسني ده، انا نفسي اشوفه. انت ما شفتوش؟ لا اصل انا كنت بمثل فيه فما لحقتش. يا انسه، حضرتك احنا اللي كنا بعنا لك البدله اللي انتوا هتصوروا بيها كمان شويه. معلش احنا اكتشفنا ان البدله فيها ديفو، الستانه كرم البطانه، فاحنا محتاجينها. بصوا، هو اولا ميرسي جدا على امانتكم، بس بعد المشهد ده عشان البدله دي احتياطي. يعني ايه البدله دي معدنها احتياطي؟ يعني هتنزل اخر ربع ساعه في الفيلم زي وليد سليمان كده؟ يعني ايه احتياطي؟ لا هنركب لها فيوز، فلو ضرب لازم يكون في بدله واحده تانية احتياطي ليها. وانتوا ليه هتركبوا لها فيوز؟ هي ما بتدورش؟ طب ما تبصوا على ضفيره الكهرباء يمكن فيها مشكله او حاجه. لا فيوز عشان لما تضرب. حضرتك تقصدي فيوزات ضرب نار يعني؟ فيوز ضرب نار. لا ان شاء الله ما تعدهوش والله. انتوا بروفيشنال جدا كلكم ما شاء الله، منتهى الاحترافيه وعاملين شغل عظيم. لسه المخرج دلوقتي كان عامل بلوفر كده، ايه التحفه اللي احنا شفناها دي بجد، ايه التحفه دي. لا عاملين شغل بلجيكي، حاله حلوه قوي. ميرسي جدا. طيب هستاذنك، احنا ممكن بس نقف نتفرج مش من غير ما هنعمل صوت خالص؟ مش هنتشاق. يا ريت من غير صوت خالص. من غير صوت والله. بعد اذنكم. دي اول مره نحضر تصوير. عن اذنكم. اتفضلي طبعا. بنهزر ونجربها يعني. اول ما اقول اكشن مروان هيخرج من البيت، هيقف في مكانه وهيقول جملته. اوكي يلا يا اساتذه. هو ليه قبل المشهد بيقول اند اكشن؟ علشان نوعيه الفيلم اكشن. يعني لو هو كوميدي هيقول اند كوميدي. لو دراما يقول اند دراما، هم كلهم يبداوا يمثلوا. مين الحيوان اللي بيتكلم؟ يبقى ايه يا جماعه؟ إيه يا يا جماعه بنصور فيلم يا جماعه. انتوا مين يا ابني واقفين هنا ليه؟ حضرتك احنا تبع البدله، انا صاحب البدله. وانا اخوها، انا اخو البدله. في حد تاني مع البدله يا ظريف ولا خلاص كده؟ انت ايه بتعملوا فيلم كوميدي؟ ها بس يا حبيبي، بس يا بابا، وايه اللي انت لابسه ده؟ لا انت هتستظرف على لبسي ولا ايه؟ هو انت المشهد موترك هتطلعه علينا ولا ايه؟ ما تشوف شغلك حضرتك. الصوت يا ابني، اتفضل بقى. حضرتك الله. صوت يا اساتذه. الادب دي. ستاند باي. خش كلاك. اتفضل. بومبا، هو ايه خش كلاك اللي هو قالها دي؟ يعني ايه كلاك؟
هو المخرج ده من هواة تربيه الكلاك، دي هوايته يعني. ايوه صح. انا المخرج ده قريت مره في مجله ان مراته طلبت الطلاق عشان كانت رافضه تدخل كلاك البيت، بتصلي بقى وكده. بس هو ده المخرج؟ ايوه. طب هو ليه سايب شغله وقاعد يتفرج على التلفزيون؟ اهمال. أنا مش مصدق إني أخيراً هشفي غليلي. جاهز تقابل اللي خلقك؟ جاهز. إيه قولكم يا رجال؟ اكلوا. مين البهايم اللي اتكلموا؟ انا. الله يخرب بيوتكم، بوظتوا لي المشهد. معلش انت معاكنا بس مع الفيلم. هاتوا لي البدله الثانيه. حاضر. لو سمحت. هو معنى اللي حصل ده وهاتولي البدله التانيه ان انتوا هتستخدموا بقى البدله اللي احنا بعناها هنا. دي مصيبه. انت عارف معنى كده ايه؟ ان لو البدله دي كمان باظت اكيد معهمش معاكم بدله ثالثه. هي البدله. هو ده اللي همك ان معهوش بدله ثالثه ولا الحاجه اللي في البدله بتاعتنا؟ طب معلش استسمحك، ممكن بس تجيبي لنا البدله قبل ما تركبوا فيها الفوزيات، ناخد بس منها حاجه ونرجعها لكم. لا ما ينفعش خالص. يلا بسرعه، البدله فين؟ طيب ماشي حاضر. هو اللي احنا بنلعبه ده الجزء الكام في الليالي الحلميه؟ لا ده هوانم مانشستر سيتي. هو ده؟ ولا تيمون، تعالى وصلني. فين؟ ابيع الشاسيهات دي. ليه؟ خلاص انا اكتشفت اني مش فنان، انا فنان فاشل. بلغش بقى يا عم عيد بقى وتقول على نفسك فنان. اقعد. طب اقعد بس اقعد. في ايه بس مزعل نفسك ليه؟ مفيش لوحه بتتباع لي، زهقت. طب ما هو يا بابا انتوا عندكم الفنانين لما حد فيهم بيموت قيمته بتعلى قوي وبيبقى عظيم ولوحاته بتغلى غلو رهيب. ايوه صح زي الرسام الاسباني بابلو بيكسل، ده ايرادات لوحاته تضاعفت بعد ما توفى. طب ما تموت يا بابا. اموت؟ قصدك انتحر؟ لا تنتحر ايه، انا ما ارضلكش تموت كافر يعني، هتبقى عشت فاشل ومت كافر؟ لا ما يصحش برضه يعني. اقتله؟ تقتله ايه يا بومبا؟ هتقتل ابويا؟ انت اتجننت؟ انا بقول يعني يا جماعه نموته كده وكده، يعني نقول للناس ان هو مات بينما هو ما ماتش، فلوحاته تغلى ونبيعها احنا وهو يفضل موجود. يا ابن اللعيبه حلوه دي، فكره حلوه فعلا. عايزين بس يا جماعه ايه، بروقان كده نفكر في موته تبقى حاجه لذيذه كده. ايوه عايزين موته مؤثره تعمل جدل في الشارع المصري يعني وعلى السوشيال ميديا. تكسر الدنيا، يركب ترند يومين ثلاثه نكون خلصنا لوحه كلها. فاهم. ايه رايكم مثلا متكهرب؟ لا متكهرب ايه يا بابا؟ متكهرب دي مش هتجيب اي تاثر. عم صبحي الكهربائي مات متكهرب، ابنه بعد ما مات ما باعش لمبه. امال ايه؟ اموت مخضوض. ايه؟ مخضوض من خضه. انت عمرك شفت حد مات مخضوض؟ خالك عبده مات مخضوض؟ ازاي؟ روح بيته في امان الله عادي خالص، جاي طالع السلم لان الاسانسير كان عطلان، المهم النور بالنار بتاع السلم عادي يعني، هو قاعد في الرابع الدور الثاني النور قطع مره واحده اتطفى عادي يعني. قطه سودة وعينيها بتنور في الضلمه مرعبه. شافها اتخض مات؟ ابدا، هو شافها من هنا جري عشان ينور السلم كهرب. بس ده كده يبقى مات متكهرب. لا احنا عندنا في العيله خالنا عبده توفى الله يرحمه مات مهضوض. لا بس احنا يعني لا عايزين موته غير دي. كهرب ايه؟ طب ايه مثلا؟ فكر. حادثه حلو جدا. انا عندي خالي توفى الله يرحمه في حادثه برضه. خالي عبده. هو مش خالك عبده ده لسه ميت متكهرب؟ عليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. شرفتنا. حضرتك مين بالظبط؟ يا ماما انا قلت لك يا ماما ده العالم الروحاني الجليل دكتور نشأة الكون، وهو ان شاء الله اللي هيتواصل مع عم عيد. طب يعني حضرتك بتعرف تتكلم لغة أموات؟ يظهر انك يا حاجه ما تعرفيش من هو نشأة الكون. الحقيقة ما اعرفش. انا اتحدث لغتين بطلاقه بجانب اللغه العربيه الفصحى. اتحدث الروسيه بطلاقه واتحدث لغه الاموات بطلاقه، لان انا عشت في الغردقه 6 سنين اتعلمت روسيه، وبعدين عشت في التراب 3 سنين اتعلمت لغه الاموات. بس انا اعرف ان اللي بيشتغل في الغردقه بيتجوز خواجايه. حصل يا فندم، انا فعلا تزوجت من خواجايه في الغردقه وتوفاها الله، فعشت معاها في التراب 3 سنين وبفضل الله بقيت اتكلم لغه الاموات. طب وحضرتك بقى
بتتصل بالاموات ازاي؟ يعني ليك طلبات معينه؟ ورك نمله يتيمه، حوافر فيل، ضوافر معزه، عرف دي. ما تحرجناش يا ماما مع الراجل، يا ماما الكلام ده قديم قوي، ده كلام الدجل ده قديم. العالم الجليل دكتور نشأة الكون بيتصل تليفونيا، يعني بيتصل تليفونيا مع العالم الآخر دايركت. بيبقى فيه كود كده في شهادة الوفاة، الكود ده بنتصل بيه بيوصلنا بالعالم الآخر. الله على التطور. استأذنك يا أخ بومبا، خدامك بومبا. اسم جميل، اسمه فاضل. استأذنك في الكود 055 055. ايه ده، هو ميت في الزقازيق؟ لا ميت هنا، بس أهله والده كلهم من الزقازيق. 055 24 42 46 1. 24 42 46 1. الو. الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم. اكلم الاخ عيد ميلاد عزت؟ لا والله يا فندم انا اسف، احنا محل فطير. محل فطير؟ ايوه يا فندم. طب انا اسف جدا، النمرة غلط. النمرة غلط، محل فطير. ايه ده؟ هو في العالم الاخر محلات؟ ما تحرجناش بقى قدام الراجل، هو في كل حاجه طبعا. اما فكرك الميتين دول عايشين ازاي يعني؟ طيب سؤال مهم جدا. ما هو سبب الاتصال؟ الحقيقه يعني هو من ساعه ما توفى وهو شبحه بيظهر كتير قوي في البيت. شبحه بيظهر كتير قوي في البيت؟ وانا اتخنقت. هو شبح جديد؟ ميت قريب يعني. يبقى عشان كده فرحان بالموضوع، شبح بعد جوع. انت هو فين غندور؟ فين غندور يا ثانيه؟ طب ثواني بقى عشان ما افقدش اعصابي، ثواني. انت كده ضربتني قلمين زياده، المفروض بتضرب قلم وقلم. اتفضل بقى اديله القلمين الزياده دول وبعد كده نبتدي من اول وجديد قلم وقلم. هو عنده حق، وانا برضه هستأذنك لما يجي دوري في الضرب ما تضربنيش بقى على الخد ده عشان ده نمل خالص، انا مش حاسس بيه. لو عايز توجعني بجد اضربني الناحيه دي. في ايه انت وهو؟ ايه البطاطسايه اللي عماله تضرب فيكم دي من الصبح؟ حلو قوي كده، هو التالت بتاعنا جه كده، خريطه الضرب هتتغير كده، هيبقى هنا وبعدين هنا. اقف الضرب بقى معانا بابا. ريح شويه. هي الرجاله دي تبع غندور؟ على حسب. انا الغندور بس على حسب انت عايز ايه وانا اقول لك. 30 سنه 30 سنه انا مستني اليوم ده غندور عشان اقول لك كلمه واحده بس. وحشتني يا كبرنا، وحشتني يا معلمه. كبيركوا؟ انا كبيركوا صحيح، انا اكبر واحد فيكم سنا. لو في المقام انت تسيدني ولا ايه؟ انا العايق يا جماله. العايق ايه يا حبيبي؟ يا جماله. العايق يا جماله. معلش سامحني، سفرياتي كتير وانت بتقول من 30 سنه، فمعلش يا ابني سامحني. لا الف سلام عليك، بس مش لدرجه انك تنسى دراعك اليمين. العايق يا جماله ورجالتك. رجالتي؟ مين دول؟ المكوي بنار الحبيب اللي نازل اخر الشارع، يا حلاوه يا ولاد. ده اسمه ايه؟ اللي نازل اخر الشارع. ده اكيد برج الجدي ده. انا بدات افتكر اهو. العايق يا ابن بس انت في حاجه اتغيرت فيك. انت طولت شعرك صح؟ انت كنت بتحلق على الزيرو اصلي زمان. ايوه العايق. عايزين نرجع الامجاد، يلا بينا على الواقع. يلا روح معاهم يا غندور وهستناك انا وبومبا هنا، مش كده يا بومبا ولا ايوه طبعا. لا انت تستعبط ولا ايه؟ لا معلش انا اسف. انا لو هاجي معاك هاجي معاه رجالتي. ما احنا رجالتك يا غندور. لا معلش، انت بتقول 30 سنه، انا كونت رجاله جداد. طب عرفنا يا سيدي. اعرفك يا سيدي. المتفائل رغم اللي بيحصل، المتعايش رغم التسلخات احمد. لا مؤاخذه. لا مؤاخذتك معاك عادي، ما انت اكيد ما كنتش تعرف ان احنا رجالته يعني. انا ما كنتش عارف ان انتوا رجاله اصلا. يلا يا معلم. اتفضل. لا اليمين. لا المكان ده الشمال بس، يلا. هو فين بقى الرجاله؟ اقوم يا ابني. فين؟ يلا بينا يا رجاله، يلا نرجع. ارجع يا معلم، في راح فين؟ احنا كل اللي محتاجينه بس ان هم يلهوهم لغايه ما اعرف ادخل رجالتي، لان رجالتي لو دخلوا بالمنظر ده هيتصفوا في منت. الله، انتوا مش عاملين دراسه جدوى للزفت الكباريه دوت قبل ما تجيبونا؟ ايه ده؟ ايه؟ دراسه جدوى. ايه علاقه دراسه الجدوى باللي احنا جايين عشانه ده؟ دراسه معاينه للبتاع. بينا يا رجاله. ارجع بقى يا معلم، ارجع. قوموا بس. اقول لكم ايه يا جماعه، انا سواء رجعنا الكباريه او لا، انا هتبقى قعدتي هنا، لان انا المكان ده اثرني خلاص. انت قاعد فين؟ هنا. اوكي. يا معلم خليك معايا ارجوك.
كل اللي محتاجين ان هم بس يلهوهم دقيقه ادخل رجالتي بالسلاح، اديكوا الاشاره تلتحم. حلو، بس لازم الاشاره دي تبقى ملفته جدا، لان احنا واحنا بنلهيهم هنبقى احنا كمان ملهيين ومش مركزين، فلازم الاشاره تبقى ملفته عشان ننتبه لك. لا في عندي ملفت كتير. نورينا كده فرج. ممكن مثلا اقلع واجري الف في دوائر في المكان كله كده، بيبقى شكلي ملفت ومهين جدا. ليه؟ يعني احنا عايزين حاجه ملفته مش مهينه، ليه عايز تهين نفسك؟ مش حلو ده، وده مش حلو. مش موضوع مش حلو، مبقاش لهانه يعني. خلاص ممكن البس باروكه واقلع المره دي من فوق بس واجري الف في نفس الدوائر، بس ده باين بقى اسرع. بيبقى شكلي ملفت ومهين اكتر بكتير من اللي قبل. هو الاهانه ايه علاقتها بحياتك؟ يعني ليه واخده جزء من تفكيرك الاهانه؟ فكر بره انك تبقى متهان يعني. ارقص مثلا بشكل يكون ايا كان بقى، سيبك من انه ارقص، لا مهين ولا ملفت، ارقص وخلاص تبقى دي الاشاره. خلاص مش هديك الاشاره دي، تمام اتفقنا؟ اوكي. بس بقول لكم ايه يا حبيبي، ركز معايا. ايوه، اول ما اديكوا الاشاره رجالتي هتخش ضرب النار، تساعدوهم، اوعوا تسيبوهم لوحدهم. لا احنا هنمشي ساعتها صح؟ انا هدعي ربنا يوفقهم ان شاء الله. المهم ركز انت في الاشاره واحنا هنلهيهم. هتلهوهم ازاي بقى؟ انت هدت اهو. فين الغندور؟ فين الغندور يا ثانيه؟ طب ثواني بقى عشان ما افقدش اعصابي، ثواني. انت كده ضربتني قلمين زياده، المفروض بتضرب قلم وقلم، اتفضل بقى اديله القلمين الزياده دول وبعد كده نبتدي من اول وجديد قلم وقلم. هو عنده حق، وانا برضه استاذنك لما يجي دوري في الضرب ما تضربنيش بقى على الخد ده عشان ده نمل خالص، انا مش حاسس بيه. لو عايز توجعني بجد اضربني الناحيه دي. في ايه يا انت وهو؟ ايه البطاطسايه اللي عماله تضرب فيكم من الصبح؟ حلو قوي كده، هو التالت بتاعنا جه كده، خريطه الضرب هتتغير كده، هيبقى هنا وبعدين هنا. اقف الضرب بقى معانا يا بابا. ريح شويه. هي الرجاله دي تبعك غندور؟ على حسب. انا الغندور بس على حسب انت عايز ايه وانا اقول لك. 30 سنه 30 سنه انا مستني اليوم ده يا غندور عشان اقول لك كلمه واحده بس. وحشتني يا كبرنا، وحشتني يا معلمه. كبيركو؟ انا كبيركو صحيح، انا اكبر واحد فيكم سنا. لو في المقام انت نسيتني ولا ايه؟ انا العايق يا جماله. العايق ايه يا حبيبي؟ يا جماله. العايق يا جماله. معلش سامحني، سفرياتي كتير وانت بتقول من 30 سنه، فمعلش يا ابني سامحني. لا الف سلام عليك، بس مش لدرجه انك تنسى دراعك اليمين. العايق يا جماله ورجالتك. رجالتي؟ مين دول؟ المكوي بنار الحبيب اللي نازل اخر الشارع، يا حلاوه يا ولاد. ده اسمه ايه؟ اللي نازل اخر الشارع. ده اكيد برج الجدي ده. انا بدات افتكر اهو. العايق يا ابن بس انت في حاجه اتغيرت فيك. انت طولت شعرك صح؟ انت كنت بتحلق على الزيرو اصل زمان. ايوه العايق. عايزين نرجع الامجاد، يلا بينا على وقر. يلا روح معاهم يا غندور وهستناك انا وبومبا هنا، مش كده يا بومبا ولا؟ ايوه طبعا. لا انت تستعبط ولا ايه؟ لا معلش انا اسف. انا لو هاجي معاك هاجي معايا رجالتي. ما احنا رجالتك يا غندور. لا معلش، انت بتقول 30 سنه، انا كونت رجاله جداد. طب عرفنا يا سيدي. اعرفك يا سيدي. المتفائل رغم اللي بيحصل، المتعايش رغم تسلخات احمد. لا مؤاخذه. لا مؤاخذتك معاك عادي، ما انت اكيد ما كنتش تعرف ان احنا رجالته يعني. انا ما كنتش عارف ان انتوا رجاله اصلا. يلا يا معلم. اتفضل. لا اليمين. لا المكان ده الشمال بس، يلا. هو فين بقى الرجاله؟ اقوم يا ابني. فين؟ يلا بينا يا رجاله، يلا نرجع. ارجع يا معلم، في راح فين؟ احنا كل اللي محتاجينه بس ان هم يلهوهم لغايه ما اعرف ادخل رجالتي، لان رجالتي لو دخلوا بالمنظر ده هيتصفوا في منت. الله، انتوا مش عاملين دراسه جدوى للزفت الكباريه دوت قبل ما تجيبونا؟ ايه ده؟ ايه؟ دراسه جدوى. ايه علاقه دراسه الجدوى باللي احنا جايين عشانه ده؟ دراسه معاينه للبتاع. بينا يا رجاله. ارجع بقى يا معلم، ارجع. قوموا بس. اقول لكم ايه يا جماعه، انا سواء رجعنا الكباريه او لا، انا هتبقى قعدتي هنا، لان انا المكان ده اثرني خلاص. انت قاعد فين؟ هنا. اوكي يا معلم، خليك معايا ارجوك. كل اللي محتاجين ان هم بس يلهوهم دقيقه ادخل رجالتي بالسلاح، اديكوا الاشاره تلتحم. حلو، بس لازم الاشاره دي تبقى ملفته جدا، لان احنا واحنا بنلهيهم هنبقى احنا كمان ملهيين ومش مركزين، فلازم الاشاره تبقى ملفته عشان ننتبه لك. لا في عندي ملفت كتير. نورينا كده فرج. ممكن مثلا اقلع واجري الف في دوائر في المكان كله كده، بيبقى شكلي ملفت ومهين جدا.
ليه؟ يعني احنا عايزين حاجه ملفته مش مهينه. ليه عايز تهين نفسك؟ مش حلو ده وده مش حلو. مش موضوع مش حلو، بلاش الاهانه يعني. خلاص ممكن البس باروكه واقلع المره دي من فوق بس واجي الف في نفس الدواير، بس ده دبان بقى اسرع. بيبقى شكلي ملفت ومهين اكتر بكتير من اللي قبل. هو الاهانه ايه علاقتها بحياتك؟ يعني ليه واخده جزء من تفكيرك في الاهانه؟ فكر بره انك تبقى متهان يعني. ارقص مثلا بشكل يكون ايا كان بقى، سيبك من انه ارقص، لا مهين ولا ملفت، ارقص وخلاص تبقى دي الاشاره. خلاص مش هديك الاشاره دي، تمام اتفقنا؟ اوكي. بس بقول لكم ايه يا حبيبي، ركز معايا. ايوه اول ما اديكوا الاشاره رجالتي هتخش ضرب النار، تساعدوهم، اوعوا تسيبوهم لوحدهم. لا احنا هنمشي ساعتها صح؟ انا هدعي ربنا يوفقهم ان شاء الله. المهم ركز انت في الاشاره واحنا هنلهيهم. هتلوهم ازاي بقى؟ بابا في حد بيسرق الواي فاي بتاعتنا. ايه؟ طب انت كويسه يا حبيبتي؟ شايف؟ دي غلطتك، قايل لك مليون مره نركب ترباس على الباب. استنى نفهم وبعد كده نتخانق يا بني ادم. طب حبيبتي انت شفت الراجل اللي سرق الواي فاي ده؟ لا ما شفتوش. ايوه انا لمحت واحد امبارح كان نازل من على السلم جري، اعتقد ان هو اللي سرق الواي فاي بس ما لحقتش اشوفه. لا وحياة ابوك افتكر كويس. ما لحقتش يا بومبا، وبعدين هو كان اصلا مغطي وشه، كان مجسم، بس هو كان ماسك في ايده غالبا طبق او كازارولا كان سارق فيها الواي فاي، لان هي كانت عماله تدلدق واي من ناحيه وفاي من ناحيه. واي من ناحيه وفاي من ناحيه؟ يا خساره كل قرش اتصرف عليك في التعليم، انت جاهل يالا. كازارولا ايه اللي هتشيل واي فاي؟ كازارولا دي صغيره جدا، هتشيل بلوتوث اخرها يعني. لا واي فاي ده كبير، واي فاي ده عايزه حاجه كبير. شنطه سفر ولا حاجه. شكر. طب اقول لهم يعني ايه؟ صعبانين عليا قوي. والله العظيم هتفرق، يعوض علينا ربنا بقى. طب هنتصرف ازاي؟ انا مش هسكت على اللي حصل ده. انا بيتي ما يتسرقش منه واي فاي. هنعمل ايه؟ انا هجيب كلب. يا ابني ما هو الكلب هيجي هيعضعض في خرطوم الواي فاي، عملنا ايه؟ خلاص يا عم نبقى نربط الكلب تحت في الجنينه. هتجيب كلب عشان تربطه؟ ما الواي فاي هيتسرق برضه. خلاص نحط الكلب هنا ونربط الواي فاي في الجنينه. ايوه كده، الله يفتح عليك. معلش انا متوتر مش عارف افكر كويس. طب يلا نروح نجيب الكلب. يلا. استنى يا واد انت وهو. عايزه ايه؟ على فين رايحين يا اخرة صبري؟ رايحين نحميكوا، رايحين ناخد اجراء يخليكوا تحطوا دماغكوا على المخده وانتوا في امان. رايحين سوق الجمعه نجيب كلب. كلب؟ هتجيبوا لي كلب عشان يقعد يعمل بيبي في كل حته؟ طب ايه المشكله يعني؟ ما هو بومبا بيعمل بيبي في كل حته وسايبها عادي. اياكوا تجيبوا كلب، على جثتي لو دخل كلب البيت. خلاص احنا هنروح سوق الجمعه ما نجيبش كلب. صبرني يا رب. السلام عليكم. بس الدكتور هيشوفك دلوقتي. بس حضرتك بس. فك يا ابني الهبل اللي انت ملبسوني ده، ما انا دلوقتي بني ادم اهو. ما انت كنت نازل كلب، كل شويه بقى هقعد افك واربط. مساء الخير. مساء النور. لو سمحت كنا عايزين نكشف. قوي اسم الحيوان ايه؟ اسم الحيوان بومبا. ماشي، هتقول حيوان هديك على قفاك، اسمها بيت. لا بيت دي لو انت انتايه، لو انتايه يقول لك تعالي يا بيت، لكن لو ذكر بنقول تعالى يا ولد. طب احنا محتاجين رخصه. معاك رخصه؟ مسحوبه على المحور، بس انا معايا الوصل. هات الوصل. مشيها بالوصل وانا هبقى اشوفك. طب اتفضلوا ارتاحوا وانا هبقى انده على الاسم. هتنده على اسمي ولا على اسم الحيوان؟ اسمها ولد. مساء الخير. هاي. جميله ما شاء الله. اسمها ايه؟ ميرسي. باجزي. باجزي. عشان الاسامي اسم جميل. ميرسي. عارفه معناه ايه باجزي؟ ودان السهر بالفارسي. وهو اسمه ايه؟ هو اسمه بومبا. بومبا؟ يعني ايه؟ يعني غازات البطن بالمصري عادي. بس جميله ما شاء الله. عجبك؟ لذيذه يعني. عجبك؟ طب استنى. طب يا فندم لو حضرتك عندك يعني يوم اجازه او حاجه ممكن نجي لكم نلعب الولاد مع بعض يتعرفوا، او انتوا تجوا لنا. يعني احنا في جنينه كبيره جدا قدام البيت بينزل هو على طول يعمل فيها بيبي. ممكن ايه يا ابني؟ يا ابني مش عاجباك يا ابني؟ ايوه طب خلاص. يعني الانطباع الاول لذيذه طبعا، بس ما ما تقولش الكلام ده قدامي. خلاص لما الكبار يتكلموا والحيوانات تسكت. ماشي. انت بقى اصلا بتحب التهزيق. ايه ده؟ لا ده مفيش، اصل انا بمرنه اليومين دول على السلام، بس ساعات ايده بتقلش بتيجي على قفايا كتير يعني. هو اتجوز قبل كده؟ هو اتجوز قبل كده وعنده عهد وشكر، وكان في جروين تانيين بعناهم. اوكي.
والصباغ دي مكتوبة مش كده يا بوكي؟ مش كده يا دودو. خطوبه. اوه لا بس يعني الحاجات دي نصيب يعني، مش نصيبي. بقول لك ايه، فك لي البتاع ده، هطلع اشرب سيجاره. لا بقول لك ايه، هتخرج بره تطلع تجري، انا مش قادر افرهد. بقى تيمون، بقول لك ايه، اخلص وحياة ابوك عشان انا قفلت من القصه دي. هطلع اشرب سيجاره والله ما هعمل حاجه. ماشي. تيمون، ممكن تشتري لي دي؟ معيش ولا مليم يا ابني. دي رهيبه يا ابني، بص هي فظيعه بجد، بس انا بجد معيش ولا مليم. خلاص هسرقها. ماشي. ابوس ايدك يا شيخ، ما تكسري قلبه. بس هي مهرها غالي قوي. كل حاجه هتتكتب في القايمه، التقيل علينا والدراي فود عليكم، حتى الجراوي نص بالنص. ايه رايك يا بكشي؟ نشوف. اسم جميل باجزي. امال الكلبه بقى اسمها ايه؟ يا بومب. ايه ده؟ شفتش فردة الشبشب التانية؟ اهي. يبقى انا مبلولة كده ليه؟ عم عيد كان بيعضعض فيها. يعني ما اعرفش الراجل ده بيعمل كده ليه. لقيته برضو خارج من الحمام، دخلت وراه الحمام لقيته منتش المناديل كلها على الارض. عارف الدبدوب الاحمر بتاعها؟ معضعضه كله. هو بيعمل كده ليه؟ طب بقول لك انا جبت لك كتاب اللي هو بتاع تدريب الكلاب. طيب. عايز ادربك بقى على شويه حاجات. ماشي، ما عنديش مشكله. اول ما اقلب كلب يلا قشطه. لا انت وانت كلب انا ما بعرفش اتفاهم معاك خالص، انت دماغك ناشفه جدا. تعال نعملها دلوقتي وافتكرها وانت كلب. طيب اتفضل. يلا نعمل الاول امر. ماشي. اول امر ست. يلا ست. ماشي. ست. ايه يعني ايه ست؟ ست يعني اقعد. اهبل يا ولا ايه؟ ست يعني وومن. لا انت كده محتاج كورس انجليزي. تاخد كورس انجليزي الاول وبعد كده ادربك على مواضيع الكلاب دي. بقول لك ايه، سيب لي الكتاب ده وانا هقراه كله، تيجي تلاقيني قاريه كله وشاطر جدا. بس ممكن تعملي نظاره طبيه بقى عشان اكيد هبقى نظري ضعيف وانا كلب. ماشي. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن تتنيل تستحمى وانت بني ادم عشان ما اضطرش احميك وانت كلب؟ بجد حاجه مقززه جدا. تيمون لو سمحت ممكن ما نفتحش موضوع الحموم ده تاني؟ احنا قفلناه وما نتكلمش فيه بشكل نهائي. انا كنت عايز اسالك على حاجه. هو انا لو طلقت تهاني وانا كلب بتتحسب طلقه؟ وانت طلقتها ليه وانت كلب؟ مش معدي من عند السفره كده هشتني برجلها رحت مطلقها. لا يا عم دي ساعه سعار، ما بتتحسبش الحاجات دي. انا اللي جاي لي حساسيه بقى اليومين دول، عمال اعطس عطس ربنا ما يوريك. تعطس يا تيمون انت؟ احنا من ساعه ما قعدنا انت ما عطستش عطسه واحده. اهو. لا بموت. بموت والله. الف سلامه. فاخدت ميعاد بقى من الدكتور وهروح دلوقتي اشوف ايه الموضوع ده، ربنا يستر ما يطلعش حاجه كبيره. انت هتخرج؟ طب وحياه ابوك خدني يا بومبا. لا اخر مره خدتك معايا فضلت تجري ورا عربيه الرش، ما كنتش عارف المك من الشارع. طب بص، خدني معاك ولو قلبت كلب ابقى اربطني. بومبا انت جريت ورا عربيه الرش وانت بني ادم مش وانت كلب. ما هي بتشدني. لا خلاص يا بومبا. عندك اهو بيتزا سجق عشان لو جوعت وانت بني ادم، ودراي فود عشان لو جوعت وانت كلب. انا هنزل ومش هتاخر. انت يا تيمون ظابط هتوق. سيبوني. ايه ده؟ انا فين؟ انتوا مين وعايزين مني ايه؟ مستر ريكس هيقابلك دلوقتي. مستر ريكس؟ هو مش المفروض اسمه مستر اكس؟ ايه مستر ريكس دي؟ انا مستر ريكس يا تيمون. بومبا؟ مش ممكن. انت بتعمل ايه هنا؟ ايوه بومبا صاحبك، فاكره؟ صاحبك اللي رميته زي الكلب في الشارع. ما تقولش زي يا صاحبي، انا رميتك في الشارع وانت كلب فعلا. بس ايه يالا العز ده كله؟ جبته منين؟ اليوم اللي انت رميتني فيه في الشارع خبطتني عربيه، ويشاء العليم القدير ان صاحبه العربيه تبقى جولفهان هانم المنوفي، الوريث الوحيد لمصانع المنوفي للاساتك.
عبيط انا بقى، عايزني اصدق ان الاساتك تعمل الفلوس دي كلها؟ واكتر. عبيط يا ابني. يا ابني الاساتك داخله في كل حاجه، كل تفصيله في حياتنا. شرابك فيه استك، غيارك فيه استك، دمك فيه استك، الترابيزات، الاشجار، المصانع، المزارع. عندك حق يا بومبا، الاساتك اصبحت كل شيء في حياتنا، وانت طبعا اتجوزتها وبتضحك عليها. وانت فاكرني ما عنديش ضمير زيكم يا بني ادمين؟ لا طبعا، انا بضحك عليها بشكل مختلف. هي فاكراني كلب وانا بشتغل. ريكس ريكس جود بوي جود بوي، ما تقعدش بره كتير علشان الدنيا باردة عليك. ها؟ جود. اتعلمت حاجه يا مهزأ؟ اتعلمت يا صاحبي، بس هي ما تعرفش انك مستكلب. هي لما بنتني كنت كلب وسمتني ريكس، ولما بقيت بني ادم اكتشفت انها ما بتشوفش فكملت. انت كده نضيف؟ خساره يا بومبا، هي دي مبادئنا. طب انا عايزك تحط نفسك مطرحي، اعيش انسان كحيان ولا كلب ميسور الحال؟ لا طبعا كلب منصور الحال. بقول يا صاحبي، عينوبك ثواب وتعضني. عضني يا صاحبي، عضني وخدني اعيش معاك في العز ده كله. انت تفكر ان انا جايبك تعيش معايا في العز؟ انا جايبك اذلك. ننسى اللي فات يا صاحبي، ده احنا عشنا. عضني يا بومبا. اللي باع ما يتعضش. حراس، ابوس ايدك يا بومبا. اوعى ما تنجزش ايدي. حراس، تاخدوا الكلب ده ترموه في الصحراء وبعد ما تعذبوه. تعمل ايه يا ابني؟ مش حضرتك قلت الكلب؟ يا ابني هو امسك وهات لي سجاير وانت جاي. ابوس ايدك يا بومبا. امشي. عضني يا صاحبي. امشي. امشي. عضني يا صاحبي. عضني يا صاحبي. هون ايه؟ هو صايد. أنا عايزة أشوف أشطر واحد فيكم يجيب لي الكورة دي. خد يا اهبل. جود بوي. سلام، يا ريتني ما كنت اديت الشغالين اجازه النهارده. اهو انا عايزه دلوقتي كوبايه ميه. هواني. بالهوا والشفا. جود بوي. وبعد الميه دي بقى في الجو البرد ده عايزه كوبايه شاي سخنه. ايوه هاي. جود بوي. الوحدة صعبة، بقى يوم عيد ميلادي وابقى حيدة كده. هاو 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 هو هو هاو 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 قول في هندا هاو 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 هو هو هاو 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 ويك ويك هاو 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 ويك ويك هاو 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 هاي هاو 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 انت طيب. وانت طيب يا حبيبي. جود بوي. عقبال كل سنه في حياتك يا حبيبي. جود بوي. ابوك بيعزف على القصب حلو قوي. بابا، ايه ده؟ هو ازاي الناي لسه بيعزف وانت مش حاطه في بقك؟ ثانية واحدة. نعم. مالك بس يا بابا؟ سيبوني لوحدي لو سمحتوا. ماشي. خد يا ابني، انت هو ايه الطاعة دي من امتى؟ انا متضايق. يا بابا اهدى بس يا بابا، انا مش عايز اشوفك بتعيط. انا دموع التماسيح دي بتقتلني. دلوقتي صدقت دموع التماسيح. بس يا تيمون، بس يا تيمون سيبه يعيط.
عيط يا عم عيد، عيط براحتك على فكره. انت عارف ان الدموع دي مفيده للصحه النفسيه؟ بجد؟ بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ دي مفيده جدا. انت لما بتعيط الغدد القذريه بتفرز محلول ملحي كده، ده بيطهر المنبار اللي هي الامعاء البغيضه يعني. ايوه انا اكل براحتي بعد كده واتقل وبعدين اعيط؟ ايوه طبعا. خلاص بقى يا بابا ما تقفورش كده. هو ايه اللي مركب الراجل ده عليك قوي كده يعني؟ اصل اكيد ما ضربكش بالقفا يعني. ضرب حتى ولو يعني ما ركبهاش حمار يعني، بالعكس ومشي يزفك. ركب. حتى لو ركبك ما لبسكش ست يعني وزفك في البلد كلها. لبست برضه. طب وانت عملت ايه لما عمل كل ده؟ قمصت. ذكر يا عم عيد. لا انت ما تعرفنيش، انا لما اتقمص ما بشوفش قدامي. ايوه بتعمل ايه بقى يا بابا؟ باجي تحت الشجره ديت واعيط، واللي يزعل يزعل، وبقولها بقى على صوتي يا بلد، اي حد هيضايقني هاجي تحت الشجره دي وهعيط، واللي يزعل يزعل. طب انت موطي صوتك ليه؟ عشان ما حدش يزعل. بص يا بابا، واضح ان انت منهار نفسيا من الراجل ده. الراجل ده اللي ركبه عليك ان هو كسب الكرومبه الذهبيه. ايوه. احنا عشان نرجع لك كرامتك هنلعبه تاني على الكرومبه الذهبيه. طب تقول ايه؟ ايوه يا بابا، هنتحداه هو وعيلته وهنلعبهم على الكرومبه الذهبيه وهنرجع لك كرامتك. بجد يا تيمون؟ اسمع الكلمتين دول يا عم عيد. دورة الألعاب الكولومبية الباراسيتامولية 2020 بتاعة عيد ميلاد عزت وولاده خلصت. أخيرا. مع سباق الحمير، ومش عايز أسمع صوت حمار. أنا ما فتحتش بقي. يا ددع مش أنت يا ددع. حد من الجماهير يسألني ويقول لي إيه هي صفات ومميزات سباق الحمير؟ أنا أقول له السرعة، القوة، خفة الحركة، خفة الدم. خفة الدم من صفات الحمار؟ لا دي من صفاتي أنا. وخلاص اكتم يا حاج، مش عايز أمد يدي عليك. ودلوقتي نبدأ المسابقة. أنا عمري ما اعتمدت عليكم قبل كده، بس جه الوقت اللي أقدر أقول إن أنا معتمد عليكم بجد. تلاش يا بابا، إن شاء الله هنكون على قد المسؤولية. أنا بكلم الحمير يا حبيبي. إن شاء الله الحميرة هتشرفك يا عم عيد. بس دلوقتي أنا عايز أفهم إيه اللي هيحصل بقى، إحنا هنجري الحمير ونشجعهم من بعيد؟ لا يا حبيبي، مسابقة جري، أنتوا هتركبوا الحمير. عارف الفروسية؟ طبعا عارفين الفروسية. أدي الحمورية. اللي قدامك ده أول جمهورية حمورية. إيه ده؟ أنت ركبت حمير قبل كده؟ لا، هي كانت مسابقة معلومات عامة وطلعت أول جمهورية حمورية. انتوا يا ولاد لازم تكسبوا المسابقة دي. أنا جايب لكم حصانين أعز حصانين عندي، دول أنا واخدهم هدية من أحمد السقا. بس دول حمارين يابا. دول حصانين، أنت هتفهم أكتر من أحمد السقا. لا ما صح. خلي بالك ده بيرقص كويس قوي. بيرقص ازاي يعني يابا؟ ايوه مش حمار عربي اصيل، لازم اول ما تجري بيه كده يرقص ويشغل اللي جنبك وانت تسبق المسابقه على طول. ابا انا اللي راكبه. ايوه. ده بقى كان كلب، راح لاحمد السقا اشتغل عليه وحوله من كلب لحمار. مكافح. ايوه. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيكسب ايه اللي هيحصل؟ هياخد نقط. قطره موجوده في الاجزخانات، ليه مسابقه يعني؟ طب اركبوا خلينا نخش. ما تقلقش يا عم عيد، ما تقلقش. اتفضلوا، ربنا معاكم يا اولاد. ان شاء الله. شدوا حيلكم يا اولاد. انا عايز فرسان، انا عايز تطيروا، مش عايز اشوفكم خالص. خلاص يابا. يلا بينا. والآن مع المسابقة 1 2 3. اوبا يا ولا، يلا يا ولا، اجري يا ولا اجري. بنت يا ولا، هم. خد يا حمار. السباق من هنا يا بنات. مش عارفين الطريق من هنا، شغل الGPS وامشي من هنا على طول. يلا. انت بتعمل ايه؟ ايه؟ انت بتخمس؟ بدوخه. انت حطيت له قبل منشطات قد ايه؟ حطيت له العلبة كلها. انت عارف ان احنا هنتزاف ها؟ لا ليه احنا نتزاف؟ اوعى تقول لبابا ان انا حطيت له العلبة كلها. احنا هنقول له ان هو اخد المنوم وينزل هو بقى يتعامل معاه. المرة الجاية هطرد
صوتك. الواد ده مهايبر كده ليه؟ لا ولا حاجه بقى، اصل انا اديته المنوم فمتهيألي هو مهايبر بس شويه كده، وهتلاقيه طب ساكت. انت بقى اركب عليه ونعد لحد 3. يعني زي العيال الصغيره اللي قبل ما بيناموا بيقعدوا يزنوا كده. بالظبط كده. بس خد بالك ده زن وحش بقى. عايز نصيحتي؟ شقيه. الففه. شقيه. طيب حاضر. يلا اتفضلوا، مين اللي هيبدا؟ هو. اتفضل يا حاج، مين اللي هيبدا؟ ولد. بقال الله يا حاج. ارجع يالا، ارجع يالا. هتصغرونا ولا ايه؟ جاهزين؟ يا ولد حلوه يا حلو. ايه؟ الضربات ركضش اللي علمتها لك يا ولد. يلا يا زومبي، يلا يا زومبي. ايوه يا زومبي، اديله يا ولد، اديله يا ولد. اسود ايه ده؟ انتوا تخشوا الحقوا. لا صوت طفيه اللي قلت لك عليه. ايدك يا تيمون. لا يا بابا، انا مش هعرف اواجه البني ادم ده. ايه؟ سيبه يجري، سيبه يجري. يا حبيبي انا شبعت خلاص، خش انت كفايه. مش قادر يا بابا والله. والله مش هينفع بابا. انا ما اقصدش، اسندني. طيب قوم. اسندك؟ اسندني بس. اهدى شويه. بص بقى اهدى. سريلاك سريلاك. خش. يلا يلا جو هنا. يلا ايوه اديله ما ترحموش. خش يلا خش ايوه. والله الحالة يا والله. ابني الحالة يا ابني، مش قادر اموت. ابني تيمون. تيمون ابني. لا 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 لا. ليه؟ تعالى بس. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا. إيه؟ دكتور ايه؟ امال حضرتك مين؟ انا جلد السباك. سباك؟ جايب سباك يعالج اختك قطر خابطها، جايب سباك يعالجها؟ استنى بس، اسمعني وانا هشرح لك كل حاجه. انت لما كلمتني قلت لي في حوض وكوع مكسور عند تهاني، فقلت اجيب لها سباك يعالج. اصل احنا كده لو كنا كلمنا لها دكتور كان هيحولها على سباك، فقلت اجيب السباك انا بقوم بقى، انا متوتر واختي تعبانه. اتفضل يا اسطى عشان ننقذ اختي. هنا تعالى هنا. اعمل ايه؟ اشق خدودي؟ اشق خدودي لطم منك؟ وايه يعني الفرق بينه وبين الدكتور؟ ما كلنا ولاد 9 يعني يا باشا. على فكره يا باشا، انا عندي معلومات طبيه. دار الفؤاد مالها؟ انا اللي مغير لها كل الكابينيهات. اللهم صل على النبي. القصر العيني قول يا عسل. انا اللي عامل له كل الخلاطات. المصريين مالها؟ امي. اللهم صل على النبي. يلا بقى عشان اختي تعبانه وانا اعصابي متوتره. يلا نخش نتكلم. تعالوا بس بالراحه كده، انا مش عايز اغلط في حد. بالراحه كده حضرتك اتفضل بهدوء. انا مفيش يا جماعه سباك هيعالج مراتي. طيب هي زي ما هي مراتك، هي اختي وانا خايف عليها، والراجل ده هو اللي هيعالج اختي. ولو السباك ده فشل في علاج اختي، انا هسفرها المانيا اعالجها عند اكبر سباك هناك، ولو الامر ده كلفني ثروتي كلها بومبا. اتفضل يا استاذ. ايه وليه تسفرها المانيا وليه قطع الارزاق ده يا عم؟ في ايه؟ اللي قدامك ده حاصل على زماله كليه السباكين الملكيين من انجلترا. خد الكبيره. انا اللي مشطب بيت محمد صلاح. في انجلترا؟ لا، في نجرين. احسن بلد المنشأ. خلصتوا ها؟ باحترام كده وبالراحه. اتفضل اطلع بره، مفيش سباك هيعالج مراتي. طب ايه رايك بقى ان الراجل ده جاي عامل معايا انا وانت واجب جامد جدا، جه ووافق ان هو يصلح تهاني كلها على بعض ب 50 جنيه. بتتكلم بجد؟ والله العظيم وافق انه يصلح تهاني والسيفون ب 50 جنيه. 50 جنيه بس؟ 50 جنيه تهاني والسيفون.
طب بص يا دكتور بقى، ما تجيبش سيره ال 50 جنيه دي جوه خالص، ها؟ ماشي. انا هفهمها ان هم 1000 جنيه خلاص، ويبقى احنا كده يا معلم على 950 جنيه نتشبرق بيهم وهي راقده جوه. ايوه. ايه ده؟ ايه انت اللي ايه ده انت لابس كده ليه؟ انت يا ابني اللي لابس كده ليه؟ انا ما كنت نازل اجيب عيش، وبعدين كنت معدي على قلت اجيب حاجه من السوبر ماركت، فقلت ما يصحش يعني ابقى لابس بيجامه، فلبست بدله. انت لابس كده ليه؟ انا رايح الجيم، لكن في حد بيروح يجيب عيش من السوبر ماركت كده؟ ما انا كنت طالع على الجيم بعد ما اشتري العيش. المهم ما تحورش، انجز. انت لابس كده رايح تعمل ايه؟ انت اللي بتحور يا بومبا. انت لابس كده، ما فيش حد بيروح ايه ده؟ انتوا لابسين كده ليه؟ انت اللي لابس كده ليه؟ ابدا، انا كنت رايح الحمام وقلت ما يصحش ان اروح بالبيجامه، ممكن الاقي حد مهم ولا حاجه في الحمام. طيب خير يا جماعه، خير. انا الصراحه كان في خبر كده مخبيه عليكم وكنت ناوي ما اقولكوش يعني. خير. بس بدل لقيتكم لابسين بدل، يبقى ربنا كاتبها لكم تفرحوا معايا النهارده. اصل انا عقبال عندكم يعني فرحي النهارده. ايه ده؟ ده انا فرحي النهارده. بتهزر يا ولاد اللذينه، انا كمان فرحي النهارده. ايه ده؟ لا يبقى جيبوا بقى عرايسكم وتيجوا تحضروا فرحي. اصل انا وكسانه قالت لي ايه؟ قالت لي هستناها في الاوضه من 11 ل 12 وبعدين اقابلها في الصاله 12، فهاتوا انتوا بقى عرايسكم وتعالوا بقى احتفلوا معانا. لا ثانيه واحده، اصل انا برضو وكسانه قالت لي اقابلها هنا 12 وافضل برضو ساعه في الاوضه. انا بقى قالت لي اقابلها هنا 12 بس استنى ساعه ل 10 في الاوضه، يمكن عشان سني. ثانيه واحده يا جماعه. خير. انا اكتشفت الملعوب اللي البت ده عاملاه. ملعوب؟ البت دي عايزه تنظف الصاله ومش عايزه حد يغلوش عليها، فراحت مقعدنا في اوضنا. ممكن بلاش هبل بقى بومبا، واللي هيجيب سيره وكسانه على لسانه والله العظيم تضربني بالقلم يا بابا عشان واحده. الواحده دي بعد دقايق هتبقى في مقام امك يا كلب. ايه ده؟ ايه ده؟ هي؟ 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 تعالوا كده بصوا. حبيبي تيمون، حبيبي بومبا، حبيبي ايد. انا تعرف ان انتوا دلوقتي متجمعين في الصالة، ودلوقتي هقول لكم السر اللي كنت مخبياه عنكم. ما تدوروش على الشنطة بتاعت فرح عشان انا خدتها. انا كنت مراقبة الموظف بتاع شركة التأمين من ساعة ما خرج من الشركة. اطلع اصلا. عينينا ابو كبات. وعلى فكرة أنا مش وكسانة من ليتوانيا، أنا عبير من الطلبية. يا نهار اسود. ولا سمحت. ايوه يا فندم. هو حضرتك شغال هنا في السينما؟ شغال هنا؟ انا فاتح الباب، مدير امن السينما كلها. انتوا اللي مين؟ صحفيين ولا جمهور عادي؟ لا احنا جمهور اقل من العادي كمان. هو الباشا بقى بسلامته الفنان اسمه بشير ايه؟ اسمه فارس حلمي. فارس حلمي بقى شرف ولا لسه؟ على وصول. عن اذنكم. اوصل بالسلامه حبيبي. خلي بالك بقى بومبا عشان فارس حلمي ده غبي، ايده تقيله. شفته بيضرب ازاي في الافلام؟ على نفسه يا حبيبي. انت اهبل يالا، اهبل ساذج. انت فاكر ان الضرب اللي بيبقى افلام ده بيبقى بجد؟ يا ابني ده تمثيل، كل ده تمثيل في تمثيل. لا بجد يا بومبا، انا حضرت تصوير قبل كده وفارس حلمي ده بالذات بقى بيضرب بجد. على نفسه يا حبيبي. بص بقى فارس حلمك ده وهو بيتهان هنا، انا ههينه حرفيا، همسح بيه بلاط المكان ده هتشوف. تمام؟ الحمد لله. شكرا حبيبي. بعد اذنكم يا جماعه نهدى ونتفضل على القاعه عشان العرض هيبدا. ولا الضحيه وصل اهو. هو شكله عامل كده ليه؟ هو ممثل انجلش؟ مش عارف. لو سمحت عايز ادخل الحمام قبل ما ادخل القاعه. طبعا يا نجم. وانت مش فاكرني؟ لا الحقيقه مش فاكره. اتفضل. بقول لك ايه؟ فرصتك، دخل الحمام لوحده، خش اظبطه جوه. في ظهري يا صاحبي؟ في ظهرك. انت بقى الممثل التافه اللي اسمه فارس حلمي؟
مرني. امرك؟ مش انت اللي قلت لي لو راجل قابلني في العرض الخاص؟ انا اهو، ده انا همرمط بيك بلاط ده انا هفرج عليك الكبانيهات دي كبانيه كبانيه. تستظرف؟ انا اهو. فيك ايه؟ فيك ايه تبقى فارس احلام مراتي؟ المدام عندي تحبك ليه؟ نور قطع. طبعا خايف وبتحاول تستغل فرصه ان نور قطع وتهرب، لكن على مين؟ ايه ده؟ تحاول تهرب بجد ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ رحت فين يا ننوس؟ هربت طبعا، جبان كما توقعتك، لان انا لو كنت ايه ده؟ تيمون الحقني! ايه ده؟ انت عملت كده ليه يا بومبا؟ الموضوع ما كانش مستاهل يا اخي. قتل ايه يا غبي انت؟ انا هقتله ليه؟ انا لسه بتكلم معاه وبهدده، النور قطع ورجع لقيته عامل كده. نهار اسود، انت كده رحت في 60 داهيه. طب بقول لك ايه، ساعدني ان اعنش قلبه. او بص، شيل السكينه ورجعها تاني يمكن يعيش. السكينه ورجعها تاني يمكن يعيش؟ ايه هو راوتر؟ انا بص تعالى نتمالك اعصابنا ويهدى كده. تعالى جرجره معايا نرميه في الجبانيه، ولا من شاف ولا من دري. طب تعالى. ايه ده؟ انت قتلته؟ هو مش انا بس. على فكره هو لا، ده نايم، النور قطع ورجع، فهو قال لي ينام يريح. يا ام لو انك ما عملتش حاجه امسكوه. لا انا ليه انا ما عملتش حاجه يا جماعه والله ما. طب ثانيه واحده هكلم المتر جت سليمه. هات التليفون. لا هكلم المحامي بتاعي تيمون. كلم المتر جت سليمه يجي لي بسرعه. خدوه. ما قتلتوش والله. خدوه والله يا تيمون. ماليش دعوه انا. يا نهار اسود، نهار اسود، انت مزنوق قوي قوي. طب ما يا فندم اهو صاحبه بيشرق، يعني سيبه يموت يا فندم. بالظبط، يعني يسيبنا نموت يعني زي ما قتل فارس حلمي. ايه يا ابني اللي بتقوله ده يا ابني انا في موقف حزين. نعتبره شاري. تقدروا تقولوا لي انتوا الاثنين كنتوا جايين السينما تعملوا ايه؟ ده سؤال يا فندم اتسال. حضرتك فاتح السينما ليه؟ عشان هم يجوا، انا مش محتاجه يعني. لا احنا قانون دلوقتي، فانا هقول الحق. احنا ما كناش جايين يا فندم نتفرج على الفيلم. اللي حصل امبارح بمنتهى الاختصار يعني ان الممثل فارس حلمي بعت تويته مستفزه جدا لصديقي بومبا. بومبا اصلا يعني دمه حامي، لدرجه ان هو ممكن يوصل لمرحله القتل. فرد هو عليه بتويته ثانيه، قال له بقول لك ايه، انا جاي لك ولو راجل حضر كفنك. انت قلت الكلام ده؟ يا متر جاد، بس والله العظيم ما كان ده القصد. والله تيمون اللي قال لي اكتب الكلام ده. لا وانا هعمل كده ليه؟ هو يا فندم ينفع يتهمني بالبق كده؟ مش لازم يكون معاه مستندات؟ لازم ورق فعلا. يا فندم معاك مستندات تتهمني بيها يا فندم، طلعها. معاكش يبقى تفضل قاعد ساكت. ليه يا ابني بتعمل كده يا ابني؟ انت ضد ليه يا ابني؟ ده حزن ده. وانا هبقى ضدك ليه؟ انا شفتك قبل كده ولا اعرفك؟ انا مع الحق. وبعدين يا فندم في اضافه بس يمكن دي تغير يعني مجرى القضيه خالص. هو بومبا من زمان من وهو صغير ما بيحبش يخش الحمام لوحده. في الوقت ده بالذات لما راح يقتل فارس حلمي صمم ان هو يخش الحمام لوحده. انا ما اعرفش ليه بصراحه لحد دلوقتي. جايز يكون عشان عايز يقتله، وجايز يكون بريء. يعني لو بريء يبقى ربنا ينجيه بقى. معقوله في السن ده وبتخاف لسه تقتل لوحدك؟ احنا مش كبرنا على الكلام ده يا جماعه. عملت مفيش مشاكل. سيبوني شويه كده اهون، وان شاء الله كده هسمعكم سمع خير باذن الله. سيبوني شويه ايه؟ انت هتسيبني وتمشي في الموقف ده؟ لا انا هتفرج على الفيلم وبعد الاستراحه هقول لكم خبر كويس ان شاء الله. فيلم ايه واستراحه ايه؟ اتفضلوا اطلعوا بره. طب يا ريت يكون في اسلوب احسن من كده شويه. السلام عليكم. ممكن حضرتك اقول حاجه لصاحبي؟ طيب اتفضل بس انجز. طب هو انتوا هتبلغوا البوليس يجي يقبض عليا ولا هتنفذوا فيها حكم الاعدام هنا؟ تحفظوا عليه. اعتقد هينفذوا فيك حكم الاعدام هنا يعني انجازا للوقت. انت بتعمل كده معايا ليه يا تيمون؟ ليه بتعمل معايا كده؟ ليه؟ انا في موقف حزين. انت ليه ضدي؟ ليه بتحاول بكل ما اوتيت من قوه تثبت ان انا اللي قتلت؟ انت عارف ان انا ما قتلتش ولا حاجه. ما اعرفش. انا ما اعرفش. ليه ما تعرفش؟ ليه يا غبي؟ ليه ما تعرفش؟ طب انا هجيبها لك بطريقتك انت. انت عارف ان انا هتشنق دي يعني هموت، ولما اموت انت مش هتلاقي حد يقعد معاك فهتزهق. انت عايز تزهق؟ لا مش عايز ازهق. طيب دافع عني بقى، دافع عني. انا تعبان قوي. خلاص ماشي هحاول.
اهم حاجه بس دلوقتي انت معاك فلوس؟ هتوكل محامي غير جاد صح؟ لا يا بومبا، احنا في سينما، جايز احتاج فشار او شوكولاته، اي حاجه من الحاجات دي.